بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم في قناتنا وقناتكم وصفة طبخة مع سماح. النهاردة الاكلة بتاعتنا مش الكل بيحبها، بس احنا بنحبها جدا وكان بقالنا فترة ما اكلناهاش، فقلنا نعملها النهاردة. زي ما انتوا شايفين احنا معانا فشة، معانا كرشة، معانا ممبار ومخ، والوجبة الأساسية الكوارع. كل حاجة زي ما انتوا شايفين نضيفة وزي الفل. هنعملها بقى النهاردة. هنعمل مع بعض الفشة، هنقطعها ونحمرها، وهنعمل طاجن بقى كرشة بالحمص. وبعد كده هنشوف ازاي ان احنا هنعمل المخ وازاي هنتبله مخ بانيه. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. بس اهم حاجة طبعا ان احنا بنغسل الحاجات دي كويس جدا، وكل حاجة هنحطها في حلة الأول تاخد غلوة. يعني معانا هنا الفشة حطيناها في حلة فيها مية الأول، خدت الغلوة ونزلت كل الرواسب اللي فيها والدم اللي بينزل منها، كل حاجة نزلت في الحلة دي. وفي نفس الوقت أنا محضرة حلة تانية فيها بقى اللي احنا بنحطه في أي شرب بنغليها. هنحط بصل، وهنحط لو في عندنا موجود كرفس، جزر، فلفل الحب. احنا نستخدم فلفل حب في كل انواع الشوربه اللي احنا هنعملها، فلفل حب مش فلفل بودر. وفي نفس الوقت برضو انا كنت لما جيت خزنت الثوم، باخد بقى بقطع من الثوم الفروع الخضراء بتاعته ديت وبعينها عندي في الفريزر، بطلعها في اي وقت بستخدمها. ومعانا برضو ورق لورا، حبهان، هنظبط طعم الشوربه بتاعتنا. الحاجات دي كلها هحطها بقى في الشوربه النضيفه اللي احنا هنعملها. بعد ما الفشة نزلت بقى كل الحاجات اللي فيها وعملت الريم بتاعها، بغيرها بقى خالص المية ليها، بس كل حاجة لازم تكون المية مغلية، مينفعش نحطها على مية باردة. هنقوم بقى دلوقتي واخدينها بعد ما نزلت كل الحاجة اللي انتوا شايفينها دي، شايفين الرغاوي اللي موجودة فيها، مية نضيفة بقى، وهنطلع الحاجات دي بقى ونغليها. ونفس برضو الوضع، بس الكرش انا كنت غسلاها كويس جدا ومنضفينها، فحطيتها على طول في الشوربة المية النضيفة. انا ما عملتش الحركة ديت الا مع الفشة ومع الكوارع. برضو الكوارع حطيناها في مية مغلية الاول، نزلت بقى كل الزفلطة والريم اللي بيبقى عليها، وبعد كده اديناها صد وحطيناها بعد كده في المية بتاعتها، لان انا الكوارع بعملها في حلة الضغط دوت. بقى برضو نفس الوضع اللي احنا حطيناه بالنسبة للكرشة هنحطها بالنسبة لشوربة الفشة. وزي ما قلت لكم لو في كرفس بنحطه برضو، بيدي ريحة وطعم حلو للشوربة. شايفين المية بتاعة الفشة بقت عاملة ازاي، القديمة اللي كانت اول مرة. نيجي بقى هنا للممبار. انا لقيت عندي كيس ممبار برضو في الفريزر، فكان عندي خلطة متبقية من محشي كنا عاملينه قبل كده، فاستخدمتها والحمد لله كفت. وزي ما انتوا شايفين كده الممبار لما بحشيه ما بملهوش قوي، لا بخليه في مكان كده براح كده، بحيث ان هو اما يجي بقى في المية يبقى مش مليان او تخين، وفي نفس الوقت الحباية بتاعته تستوي براحتها، والبمبراية برضو تبقى مريح. ومن الحروف ما بحطش بقى ببقى سايباها ما فيهاش رز، بحيث ان هي الممبار ما يطردش الرز دوت كله لو الرز جواه كتير. هنعمل بقى الكمية اللي موجودة عندنا دي كلها. زي ما انتوا شايفين الممبار، زي ما انتوا شايفين كده الشكل بتاعه، الحمد لله كمية الرز اللي كانت موجودة كفت. بعد كده حطيت برضو المية المغلية، حطيت فيها نفس اللي كنت انا حطاه بالنسبة للحاجات التانية، البصل والثوم واللورا والفلفل الحب والحبهان. ونزلنا بقى من الممبار بتاعنا. الكوارع زي ما انا قلت لكم باخدها الاول بنزلها في ميه مغليه تاخد غلوه واحده بس كده، وبعد كده بقوم مطلعاها ومديها صدمه. الصدمه ديت مهمه جدا معانا برضو واحنا بنعمل. اديتها صدمه، وبعد ما اديتها الصدمه حطيتها بقى في الميه المغليه بتاعه حله الضغط، مش اقل من ساعه تكون خلصانه. وحطيت برضو بقى لو في معانا مستكة برضو بنحطها، بتبقى حلوة في الشوربة. وقفلت عليها بقى وسبتها. بعد ما بتاخد الغلوة بتاعتها بوطي النار واسيبها تستوي في حالة الضغط. هنا الممبار كان طلع وحمرناه،
بعد كده برضو بعد ما هنطلع الممبار هنقوم بقى واخدين الفشة بعد ما كانت طلعت. على فكرة انا قطعتها شرايح كده بالطول حسب ما احنا حابين، انا حبيت ان انا اقطعها شرايح بالطول وحمرتها بقى بعد الممبار زي ما انتوا شايفين الشكل كده. هننزل بقى بالكرشة وهنحمرها. دي الكمية اللي احنا كنا عاملينها متقطعة كلها صوابع بالطول، وهنحمر الكرشة بقى. وبعد ما هنحمر الكرشة انا بعمل زي دقة كده، كزبرة على كمون على ملح، وبنزل بقى بيها على الممبار وعلى الكرشة والحاجات المتحمرة دي. المخ بتاعنا بقى احنا كنا برضو غلينا المية، والمية برضو حطينا في البصل واللورة والحاجات اللي احنا حطيناها بقى. احنا خلاص قلنا الحاجات اللي احنا بنحطها دي هنحطها مع كل حاجة. وبعد كده نزلنا بالمخ. المخ ما يقعدش اكتر من 7 دقايق، 7 دقايق بالظبط ويكون طالع. بكون محضرة بقى مية باردة بطلعها احطه في المية الباردة على طول، بحيث ان هو ايه ياخد الصدمة بتاعته دوت، عشان اقدر ان انا اقطعه على طول ويبقى طالع متماسك. هنا كنا خلاص عملنا الممبار وحمرنا الكرشة، وزي ما قلتلكوا بكزبرة على كمون على ملح، وبرشرش عليهم كده. اولا بتبقى الريحة روعة غير النكهة كمان. وخلوا بالكم الكزبرة بالكمون بالملح دول انا تبلت بيهم المخ. يعني المخ بعد ما اتغلى وطلعناه خد مية باردة وبرد قطعته شرايح، وبعد كده تبلته بالكزبرة والكمون والملح دوت من الناحيتين قبل ما احطه في البيض والبانيه. بعد كده هنعمل بقى صلصة الطماطم علشان خاطر الفتة بتاعتنا. انا هنا حطيت معلقة كبيرة من الثوم، وهنزل عليهم بعد ما الثوم ياخد تحميرة حلوة هنزل عليهم بكزبرة، وبعد كده هنزل عليهم بالخل، وهقلبهم تقليبه حلوه قبل ما انزل صلصه الطماطم. ونخلي بالنا ما نكترش الخل عشان ما يبقاش معانا فيه لذعه. وبرده لو صلصه الطماطم انا هنا عشان الطماطم ببقى محضراها في الفريزر، لو الطماطم موجوده جديده لازم بحط رشه سكر. وحطيت بابريكا وحطيت بقى بهاراتي الملح زعتر، وظبطت بقى والفلفل ظبطت الصلصه بتاعتي. هاخد من الصلصه ديت بعد كده احط منها على الكوارع. زي ما انتوا شايفين الكوارع كانت استوت خالص، انا ظبطت ملحها بقى يعني السوا بتاعها ممتاز. هنطلعها بقى. وبعد كده كنا عملنا الرز الابيض زي ما انتوا شايفين. الكوارع بقى هطلعها كده وهقوم واخده عليها من الصلصه اللي احنا عملناها دلوقتي، وهندخلها تتشمع في الفرن. ده بالنسبه للكوارع. الفتة زي ما انتوا عارفين هنحمر العيش، حطيت عليه معلقة سمنة بلدي وحمرته. بعد كده حطيت عليه معلقة من الصلصة على معلقة من الشوربة وقلبتهم كويس مع العيش المتحمر، ونزلنا عليه بالرز. الكوارع دلوقتي هتدخل الفرن بقى تاخد تشميعة حلوة. والفتة بقى عملناها، والعصاير عملناها في الديسبنسر دوت. وكنا عاملين بلح وعاملين عرقسوس، كنا عاملين صوبيا مانجا تمر هندي. والعرقسوس والبلح بقى كنا مقطعينه ومجهزين المشروبات. وبعد كده بقى بنحضر بقى الحاجات في الاخر، التشطيبه اللي في الاخر. على فكره الاكله دي سهله وسريعه ما بتاخدش وقت، وكلها حاجات بتتسلق. المخ بقى زي ما قلت لكم تبلته بالكزبره والكمون والملح دوت من الناحيتين. وبعد كده حطيت على بضايه عليها الملح والفلفل، وبعدين بحط المخ. بعد كده بحط المخ في البيض، وبعدين بحطه في الفيجيتار. ولا احنا ما بنحبش البيض ممكن نقوم مطلعين المخ على طول حاطينه في البقسماط ومحمرينه برضو، يدينا برضو نتيجة كويسة جدا. كده الكوارع بتاعتي كانت خلصت، والفتة عملتها. ورشيت بقى بقية الصلصة اللي كانت موجودة في الصينية بتاعت الكوارع بعد ما طلعت من الفرن على الرز من بره. وكنا حمرنا الممبار والمخ والفشة وكل حاجة كانت اتظبطت. والحمص برضو عملنا الكمونية للكرشة، وكل حاجة متظبطة، والشوربة والصلصة، وكان فيه رز بشعرية عشان ناكله برضو اللي بيحب ان هو ياكله مع الكرشة بالحمص. وزي ما انتوا شايفين اكلة سهلة وسريعة ما اخدتش وقت. وكنا عاملين الحلويات بقى بسبوسة وقطايف وكنافة. يا رب الفيديو يكون عجبكم ويكون سهل وسريع.
ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد معانا، وكل سنة وانتم طيبين.